نتج عن الزلزال الذي حصل مؤخرا نتائج كارثية لا تزال الصدمة وهول ما حصل لا يغادر عقول وقلوب العالم. هذه الحادثة وما نتج عنه يحتاج لأن يكون هناك تكاتف وتعاضد ما بين الشعوب في عموم العالم، وأن يكون هناك دعم بكل السبل والإمكانيات للمناطق التي تعرضت للزلزال المروع، حيث في ظل المحنة التي تمر بها المناطق التي تعرضت للزلزال ووسط انهيار آلاف المباني وآلاف الضحايا والمصابين، وكذلك وجود كثيرون تحت الأنقاض، لا بد من أن نسعى نحو تقديم الدعم والعون، وهذا واجب إنساني وأخلاقي، وكذلك يعبر عن حاجة المجتمع بعضها للبعض. في الوقت الذي آلمنا وأحزننا ما حدث لأهلنا ولشعبنا السوريين من جراء هذه الكارثة، فإننا ننادي جميع العالم والمنطقة وكل ما يستطيع تقديم الدعم والمساندة بالمساهمة في حملة التبرع لدعم المناطق التي تضررت ومساعدة الأهالي سواء في شمال وشرق سوريا أو في داخل السوري أو في تركيا، حيث يمكن التوجه لمراكز الهلال الأحمر الكردي والتواصل معه كمنظمة إنسانية تعني بجمع التبرعات وتتولى إيصالها للمناطق والأهالي المحتاجين. نعول على شعبنا بمختلف مكوناته وقيمه في هذه المسار، وكلنا ثقة بأن شعبنا قادر على قيام بواجبه ومسؤولياته. كذلك لا بد لكل المؤسسات وجهات خارج شمال وشرق سوريا أن تساهم وتتفاعل مع هذه الحملة والمساهمة في هذا الواجب الأخلاقي بدون أي تسيس أو قوانين مانعة، مؤكدين في هذا المجال ضرورة فتح كل الطرق والمعابر بدون استثناء. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 8 شباط 2023.